يعني كنت واحد من اهم كباتن النادي الاهلي، وايضا كنت مذيع لك يعني دور مهم في قناه النادي الاهلي. الان انت خارج القناه، ومع ذلك الكل بيقول ان شادي بيدافع عن النادي الاهلي باستمات في الوقت اللي البعض بيتهم فيه بعض نجوم الاهلي القدامى ان هم هي الآلة اللي بيستخدمها البعض للهجوم على النادي الاهلي. مدى صحة هذا الكلام؟ واشرح لي موقفك. يعني اولا في الاول وفي الاخر النادي الاهلي نادينا. انا بقول دايما يا كابتن احمد، واعوذ بالله من كلمه انا، لما تروح تشتغل اي حاجه في النادي الاهلي وانت صانع تاريخ كبير، ده حقك. نعم. طبيعي. ولما الاهلي يطلبك في اي حاجه، ده طبيعي جدا لخير الاهلي عليك. ولما النادي الاهلي بيعوز منك حاجه، حتى لو انت ضد افكار مجلس اداره النادي الاهلي. نعم. ايوه في الانتخابات ما كنت ضد، ولكن بعد الانتخابات لازم تبقى اول حائط صد، حتى لو انا مش موجود. الاهلي علمنا كده، ودي اخلاقيات ومبادئ واحترام، عمرها ما تبقى نفاق. مش بتعمل كده عشان تروح تشتغل، طب ما مش شغال. ولو الاهلي طلبني بكره هروح. نعم. وانا بقول دايما عشان ما حدش يزعل، ما اتكلم عن نفسي، اقسم بالله انا راجل خدام النادي الاهلي، لان انا ركبت عربيه محترمه من النادي الاهلي، سكنت ببيت كويس من النادي الاهلي، ليا قيمه في المجتمع من النادي الاهلي. حضرتك وانت بتقدمني، وحضرتك بتروح اي مكان، كلنا كده. مين اللي كبرنا في المجتمع؟ مين اللي مشينا نتدلع وسط الناس؟ انا هقول لك الاهلي. طز في الفلوس، طز في اي حاجه قصاد اللي انت وانت ماشي. شادي بتاع الاهلي اهو، تمشي فخور بالتاريخ اللي انت عملته. ده كله كلام كويس. مش كلام كويس، كلام من القلب. ماشي. لا، ما انا بقول لك كلام كويس، وانا يعني ما بكذبكش. العفو يعني. لا يا كابتن. لكنه البعض الان بيقول لك اصله ده ما بيشتغلش في الاهلي وبالتالي بيهاجم النادي الاهلي، والبعض حزين جدا يا كابتن شادي انه بيعتبروا دول من نجوم ومن رموز النادي الاهلي ومن لعيبه الهامه جدا في النادي الاهلي. السؤال، هل ده صحيح؟ وهل لازم تكون بتشتغل في النادي الاهلي عشان تدافع او موقفك من النادي الاهلي بيتوقف ان انت بتشتغل او بتشتغلش في النادي الاهلي؟ انا عامله زي حاجه اقولها لك حضرتك، انا هتضحك عليه بالظبط. انا بشبهها كده، تلعبني احبك تقعدني اكرهك. أيوة. في البعض للاسف بيفكر كده. انا ما اقدرش ازايد على حد بيحب الاهلي اكتر او عايز في البعض واضحه جدا، بدليل اللي في النقاش بيطلع لك حاجات من الكواليس. لا في كذا، انا عاوز كذا. لا يصح. اختلف. اقول لك الحاجه، لو خبطت الباب ودخلت على مجلس اداره النادي الاهلي عايز اتكلم معاك، هيقول لك اطلع بره بقيمتك، هيقول لك ما تدخلش النادي. مفيش الكلام ده خالص.